ست جميله كده من امهاتنا، ربنا يبارك في امهاتنا جميعا. مفيش في بيتها الا 5 جنيه. خلاص دخلت تنام وحطت ال5 جنيه على ترابيزه كده قالت له يا ابني انا ان شاء الله على ما تقوم من النوم كده هروح انا اشتري العيش وحط بطاطس كده ونفطر الصبح على ما تيجي من شغلك بكره. اما احنا ما اديناش الا ال5 جنيه دي. قالت له ما البيت ما فيهوش الا ال5 جنيه دي. ازاي يا اما ما يا ابني ربنا يدبرها، ربنا يدبرها ما تقلقش. فدخلت نامت لقت الباب بيخبط. قبل ما جت قايمه من نومها تاني لقت جارتها. لا حبيبتي ما عندكيش بس 5 جنيه لحد ما ابراهيم يجي من الشغل بكره الظهر لان انا الواد تعبان دلوقتي وعاوز اجيب له حبايه من الصيدليه. من غير ما تتردد كانت داخله على الترابيزه جايبه ال5 جنيه وطالعه مديها. اللي هو الجو بتاع امهاتنا بقى اللي هم في الريف يا جماعه والحاجات الحلوه دي. ولا فكرت بقى في فطار ولا فكرت في غدا ولا ابنها يعمل ايه بقى اول النهار. فابنها بيقول لها يا اما عملت ايه؟ انا رايح الشغل بدري وانت قلت لي هتقوم بعد الفجر تجيب رغيفين على البطاطس اللي هنا وتفطرين. قالت له يا ابني ربنا يدبرها. ياما داخلين على الساعه 1 بالليل، ربنا يدبر ايه؟ ربنا يدبرها، ربنا يدبرها. ربنا يدبرها. ادخل نام وربنا يدبرها. وبالفعل دخل نام. والست دي بتقوم بعد الفجر بتصلي فجرها كده وتتحرك بقى كانت تجيب العيش ولا بتاع. هي فعلا قامت تصلي الفجر ويا دوبك ختمت لقت الباب بيخبط. دي حاجات حقيقيه يا جماعه، مش حاجه من ضرب الخيال يعني. فلقت جارتها مش جارتها اللي خدت ال5 جنيه، واحده تانيه. قالت لها بنتي والله مالك في ايه؟ قالت لها انا جاي لك بدري معلش انا اسفه لكن انا ما افتكرتكيش الا بالليل متاخر وما كانش ينفع اجي لك بالليل. قالت لها في ايه؟ قالت لها بنتي اللي كانت مسافره بره في الامارات ربنا كرمها وكانت بقى لها كام سنه ما خلفتش، فكانت عامله نادر كده ايه توزع 1000 جنيه خمسينات اللي هو عشان 50 يعني. فال50 جنيه بتاعتك معايا وانا كنت نساكي فجيت لك بالليل لقيت الباب مقفول فما رضيتش انا اخبط عليك. فال50 جنيه فخدتها منها ودخلت انا قلت ان ربنا يدبرها. ابنها طالع على الكلام قالت له يا ابني انا قلت لك ان ربنا يدبرها. طلعنا 5 جت 50. ده كلام حقيقي يا جماعه مش حاجه من ضرب الخيال. فالكلام ده بقى هنطبقه على حياتنا هنلاقي كده والله العظيم. انت تعامل مع ربنا بكرم، ربنا اكرم منك، ربنا اكرم اللي جابوك. انت فقط قدم، فقط خد الخطوه الاولى، فقط ما تبخلش، فقط خليك انسان كريم جواك وكريم مع العالم. والله ربنا اكرم مننا، والله ربنا هيعوض، والله ربنا بيدي. اوعى تقطع حبلك املك بربنا مهما كانت الامور بيننا ضلمه، مهما كانت الامور بين ان الليل بتاعها مغشلم قوي، لكن والله ربنا اكرم وربنا اعلى. انت فقط توكل عليه، ارمي توكالك على ربنا وقول له يا رب وربنا هيكفيك. كنا مع بعض في موضوع ال5 جنيه، اوعوا تنسوه. لما طلعت ال5 جنيه ربنا اكرمها ب50 جنيه. فانت فقط توكل على الله وما تبخلش وخليك كريم وخليك جدع مع كل اللي يقصدك. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهي لما فرجت عن جارتها بالليل قبل النهار ما يطلع كان ربنا كرمها قد اللي طلعته 10 مرات. السلام عليكم.